الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار الفيديو ده أنا مسميه عفاريت المسجد، والفيديو ده عاوز أعمله من زمان. طال فيه الأمر بصراحة وضاق فيه الأمر بصراحة، وهو إن كل مسجد، أنا راجل دلوقتي بقالي بفضل الله حوالي 15 سنة يعتبر لا أقيم في مسجد معين أو أصلي في مسجد معين بسبب شغلي ودروسي. بفضل الله لفيت كتير جدا، لقيت ان في عاده سيئه متفق عليها في كل المساجد، وهي ان وجود واحد او اتنين او تلاته او مجموعه في كل مسجد تلاقيهم دول طائفه عاملين زي المنفرين، نسال الله سبحانه وتعالى منهم العافيه. لا عاجبهم المؤذن، ولا عاجبهم اللي بيأذن، ولا عاجبهم اللي بيصلي، ولا عاجبهم الامام، ولا عاجبهم حاجه خالص. تبص تلاقي ده لو هو الشخص ده هو اللي بيأذن، احيانا برضو بيكونوا منهم. يعني سبحان الله كده، تبص تلاقي الانسان راح يأذن، فلان راح يأذن، ده صوته مش عارف ايه، ده ما بيعرفش كذا. راح هو يصلي، لا هو راضي ب10 دقايق، ولا راضي بربع ساعة، ولا راضي بتلت ساعة. لا اللي أدانه وبين إقامته أدانه تلت ساعة عاجبه في المسجد ده، ولا اللي أدانه 10 دقايق بين الأذان والإقامة عاجبه، ولا حد عاجبه حاجة. ولما بيجي ساعة الصلاة مش عاجبه الإمام، ولا عاجبه القراءة، وهو أصلا مش عارف حاجة. دي مشكلة كبيرة جدا يا جماعة. أصل القرآن وأحكامه، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا. ده مش غرور، بس ما بيعرفوش إلا المتعلم في الأمر ده. عشان كده الواحد بيروح مثلا مياتم يلاقي شيخ عمال يخبط ويهبد ويقول كلام في القرآن ويقول أحكام غير صحيحة، والناس عمالة تقول الله. أو يروح مثلا هو عايز فلان ده اللي يصلي في الإمامة، وفلان ده عمال يغلط بس هو على كيفه، لكن هو مش بس على كيفه، مش عارف. انت مش عارف في الاحكام، انت مش عارف يعني ايه غنة، ويعني ايه ترقيق، ويعني ايه تفخيم، ويعني ايه مد متصل، ويعني ايه منفصل، وامتى يكون المد عارض للسكون، وامتى المد المتصل مثلا يكون 4 حركات او 6 حركات او 8 حركات. مش عارف يعني ايه مد لازم كلمي، ويعني ايه مد لازم حرفي. اتحداك ان كل الناس دي عارفه ايه. ده اللي واحد فيهم صلى، لما بيصلي لو قال حاجه صحيحه مش بيقولها عشان فاهم، بيقولها عشان هي سمعها كده. فتبص تلاقيه ولا عاجبه. ولما يخش الامام يصلي تلاقي النفخه بتاعته راحه للامام، واصله عند الامام. وكمان دايما بيعترضوا على الائمه. انت الامام في غير صلاه التراويح، خلينا نركن صلاه التراويح للاخر في الكلام. الامام في غير صلاه التراويح اصلا، اقصى امام ده لو صلاها ما بيكملش صفحه في الركعه، لا يكملها. يعني ايه؟ بياخد دقيقتين قراءه. ايه المشكله دقيقتين قراءه؟ ايه المشكله 3 دقايق قراءه؟ لو عملت 3 دقايق يا عم قراءه في الركعه الاولى، و3 في الركعه الثانيه، ادي 6 دقايق. بقيه الصلاه لو العشاء، لو 4 ركعات زي العشاء مثلا، يبقى انت كده خدت 10 دقايق. ايه 10 دقايق؟ ايه 10 دقايق؟ انت مستكتر على ربك كده. ثم انك بتضيع الدعاء، ولا انك تدعو ربنا سبحانه وتعالى بين الاذان والاقامه، وده من افضل اوقات استجابه الدعاء. من افضل اوقات استجابه الدعاء مثلا في السجود، وتلاقيه عمال ينفخ عشان الامام مثلا ساجد. من افضل اوقات استجابه الدعاء بعد التشهد قبل التسليم، تلاقيه برضه عمال ينفخ. الامام خلص التشهد بس بيدعو، لان دي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتير بتخطئ وبتدعي بعد السلام، وهو الاصل الدعاء قبل السلام. بعد السلام استغفار، وقبل السلام دعاء. دي ناس كتير برضو ما تعرفش النقطة دي، ناس كتير ترفع ايديها، مش هننهاه، بس الأصل الدعاء قبل التسليم والاستغفار بعد التسليم. وفي الوقت ده اللي بعد الصلاة ده اللي الناس كلها بتجري فيه، والناس كلها بتحافظش على السنة، لا في البيت ولا في المسجد ولا كده، ده وقت اللي هو بتدعو ليك فيه الملائكة بقى، وبتؤمن عليك الملائكة بقى، وبتستغفر ليك الملائكة بقى اللي انت بتسيبه وتجري. تلاقي الناس جاية المسجد ثقيلة وطالعة من المسجد مسرعة. سبحان الله يا جماعة، دي بيوت ربنا سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى نهاية الآيات. بيت ربنا حتى مش طايقين نقعد فيه. والغريب إن فيهم اللي بيطلع يقعد على القهوة بالساعات ويقول لك الإمام بيطول، وتطلع بره المسجد تلاقي واحد من اللي كان بينفخ ومش عاجبه الصلاة واقف يحكي بره في حاجة من حاجات الدنيا، وقد تكون حاجة تافهة، يقف بالساعة قدام المسجد عمال يحكي وما تعبش، ورجليه مش وجعته ولا أي حاجة، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي قاعد بيشرب شيشه. اللي مش عاجبه الصلاه ده تلاقيه بص، تلاقيه قاعد على القهوه ممكن للساعه 12 بالليل. طب انت ما تعبتش؟
لا اله الا الله، ما تعبتش من القعده قدام التلفزيون، عينك ما وجعتكش. فيعني الموضوع ده مهم جدا نسال فيه الله سبحانه وتعالى ان يسر. حتى في الخطبه، حتى في الخطبه تلاقيه داخل لا عاجبه الخطيب ولا عاجبه الخطبه، ولا من قبل الخطبه ما بتبدا وهو بينام ويجي يقول لك الخطيب بينامنا. حتى لو الخطيب كويس، والله حتى بيكون الخطيب كويس وبرضه هو بينام. احيانا انا بفضل الله نادرا لو صليت في خطبه ماموما لعذر بمعنى كلمه العذر، اخش بصراحه بقعد اتفقد الاحوال، ابص الاقي الناس نايمه اصلا، وهو الامام لسه الخطيب لسه بيقول الحمد لله رب العالمين وانت نايم، انت شغال في ارضك ولا قاعد سهران طول الليل، احنا ذنبنا ايه كخطباء مساجد مثلا؟ يا اخي اطلع بمعلومه. انا مش هقول لك ان في خطباء دلوقتي يعني ربنا يعافينا يجيبوا شلل للمخطوب، بس اطلع بمعلومه. ده انت لو ما خدتش منها غير الصلاه على النبي فانت والله العظيم استفدت. لو طلع قال لك كثرة الصلاة على النبي تفرج الكروب وتكشف الهموم وتقضي الديون وتدخلك الجنة، لو ما خدتش غير بدي بس فانت استفدت، والله والله استفدت. فمش عاجبه اي حاجة يطلع ينقض الخطيب وهو مش عارف الخطيب بيقول ايه ولا الخطيب كان بيتكلم فيه. في احد المرات هذكر الحاجة دي البسيطة معلش يعني، مش مهم كانت فين، لكن طلع واحد بيعترض على الخطبة وبيقول لي انت طولت، والحمد لله انا بسجل خطبي. فلما طلع بيقول لي انت طولت، قلت له قبل ما تكمل كلامك عايزك تقول لي انا خطبت قد ايه، بس خلي بالك قبل ما تتكلم الخطبه مسجله، دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك كنت نايم، منين عرفت انا قعدت قد ايه في الخطبه؟ والله بصيت في الساعه قبل ما اخطب وصحيت بعد ما نطقش. عارف يعني ايه ما نطقش؟ وكان راجل مسؤول وراجل مهم ما عرفش يتكلم ليه؟ لان الواقع كده. ثم ان بقى في صلاه التراويح انا مش عارف لما بتيجي المسجد يا جماعه بقى يعني والعياذ بالله عملناه زي المسخره زي الاستهزاء، تبص تلاقي الناس تميل على بعضها وتتريق على الشيخ، يميل على دوت ويتريق على فلان، يميل على... ليه اللي احنا فيه ده؟ حتى في رمضان لا عاجبه اللي بيصلي بنص صفحه، ولا عاجبه اللي بيصلي بصفحه، ولا عاجبه اللي بيسرع، ولا عاجبه اللي بيطيل، مش عاجبه اي حاجه. انا بفضل الله انا هتكلم عن نفسي مثلا، انا بصلي صلاه متوسطه نص صفحه في الركعه، وبصلي قراءة ترتيل قريبة من الحدر. يعني أنا أصلا بفضل الله بصلي بأربع صفح في الثمان ركعات، 4 صفح في الثمان ركعات. بطلع من مسجدنا أو أي مسجد بصلي فيه ألاقي المساجد التانية لسه بتصلي وبرضه بيعترضوا. ثم إن يا عم صلاة التراويح سنة، وفي نفس الوقت ربنا اداك الاعذار في الفرض وفي السنه، مش قادر تصلي واقف صلي قاعد على كرسي، مش قادر على الكرسي اقعد على الارض، مش قادر تصلي ولا الامام صلاه التراويح سنه صليها في بيتكم، بس لا تنغص على غيرك وتفقد عنهم خشوعهم في الصلاه. انما لا، ولا عاجبه اللي بيدعي، يجي واحد دعا دعوتين يقول لك يا عم احنا كنا هننام، يا عم انا مش عارف ايه. احنا بنقول للامام لا تطيل، ودي حقيقه والنبي كان يخفف، لكن انت هل وصلت بصلاتك ربع صلاة النبي والصحابة؟ والله ما توصل ربعهم. لما جيت في مرة بقول النبي صلى بالبقرة وآل عمران والنساء والناس مستنية النبي يركع، ودي صلاة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع، هل في حد اعترض عليه؟ هل النبي كان بيصلي زينا احنا؟ ده النبي لو صلى بصفحة التسبيح بيسبح، ده لو صلى بصفحة، والاستغفار بيستغفر، والذكر بيذكر. احنا بنعمل كده؟ ده انتوا شوشتوا علينا يا ناس، خليتوا الامام بيبقى بيصلي وعمال يفكر من كثره التفكير اللي وراه بيسرح، ما بياخدش الخشوع اللي غيره بياخده. فنسال الله سبحانه وتعالى العافيه. ويا ريت يا ريت حتى برضه كمان من عمال المساجد اللي لا بقوا يهتموا باذان ولا باقامه ومقضينها وظيفه. يا ابن الناس، يا عم الحاج، يا اخويا يا محترم، دي مش وظيفه، دي أمانة هتتحاسب عليها قدام ربنا. هتتسئل عن حاجتين، عن أمانة إن أنت عملت، وهتتسئل عن المال اللي بتاخده. ناس كتير مساجد بتبقى مقفولة وهي موظفة وبتقبض، قابل على نفسك والله دي فلوس حرام. أيما مال أو جسد نبت من صح فالنار أولى به. إذا عليك أن يعني ترجع إلى ربك وتعود إلى ربك وتعلم أن هذا الأمر خطير. سيبوا الناس تاخد راحتها وخدوا برضه راحتكم. وهي الخطبة بقت إيه؟ ده الشيخ اللي بيطول بياخد نص ساعة، وبقت ربع ساعة وثلث ساعة، وكذلك الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
ويهدينا وإياكم إلى الصواب، وده بدون تجريح لأحد.